السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. شهر ديسمبر هو شهر الأجازات، وخصوصا أيام معينة كده 25 و26 و1 و2 من السنة الجديدة. حصل معايا موقف حبيت أشاركه معاكم. يوم 25 ديسمبر يوم أجازة بيسموه بانك هوليداي، يعني البنوك بتبقى مش شغالة فيه. فأنا عندي حساب بنكي، ولنقول إن هو في بنك A وبي، وليا صديق عنده حساب بنكي في بنك A. يعني انا وهو عندنا A، بس انا عندي A وB. فصديقي ده كان بيبيع حاجة على الفيسبوك ماركت، وجاله واحدة قالت له انا عايز اشتريها، طب انت فين؟ ابعت لي العنوان، مش عارف ايه. اتفقوا مع بعض، ولما وصلت عنده قالت له طيب انا هحول لك الفلوس واوريك صورة الحوالة. هي كان عندها حساب بنكي B وهو عنده حساب بنكي من البنك A، فلو هي حولت له مش هيوصلوا الفلوس غير بعد الاجازات. فهو عشان يضمن ان الفلوس توصله قام بعت على الجروب: يا شباب يا جماعة الخير، حد عنده حساب في بنك B؟ قلت له انا عندي حساب. قال لي طب اديني رقم الحساب. قمت مديه رقم الحساب بتاعي، قامت هي محوله الفلوس على الحساب بتاعي. فانا كان عندي A وB، فقمت محول له، وهي حولت لي من B لB، وبعدين انا حولت له في نفس اليوم من A لA على حسابه كده. الفلوس بتاعته جات له عن طريقي. بس يا سيدي، واليوم انتهى وحياتنا سعيدة. جينا يوم 26 ديسمبر بحاول استخدم كارت البنك، كارت البنك بتاعي مش بيشتغل. ايه الموضوع؟ رحت اشتري حاجة اونلاين ما بيشتغلش، بشتري حاجة في المحل ما بيشتغلش. هو الكويس ان ده ما كانش الحساب البنكي الاساسي بتاعي. عديت كام يوم كده لحد يوم 28 لما الاجازات انتهت، وقمت مكلم البنك: السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه الموضوع؟ قالوا لي ده انت الفرود ديتكشن اشتغل على الحساب بتاعك، والقسم الديبارتمنت بتاع الفرود، قسم الاحتيال، وقف الحساب بتاعك. طيب الحساب اتوقف ليه يا ست الكل؟ لا معرفش، هبعت لهم وهم يبعتوا لك، بس احنا خلاص الساعة بقت 4 وهنقفل، فهم هيبقوا يكلموك. قلت لها ماشي خلاص، كله تمام كله تمام. بعدها بساعة، اللي هو بعد ساعات العمل، لقيت حد بيكلمني، كان الساعة 5 أو 6. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام عليكم. بس يعني ايه الموضوع؟ قالت لي انت الفلوس اللي جات لك دي جات لك ازاي؟ فقلت لها يعني ايه جات لك ازاي؟ حد حولها لي ودخلت حسابي، كان في واحد صاحبي بيبيع حاجة. المهم حكيت لها الحكاية كلها. قالت لي كان عندك فلوس يا حاج وخدناها، احنا هنسحب الفلوس دي. كان $350. فبقول لها طب انت ليه هتسحبيهم؟ قالت لي عشان الفلوس دي اتحولت لك عن طريقة معينة، اتعملت سكام على صاحب حساب تاني في بنك تاني. قلت لها ازاي حساب تاني في بنك تاني والفلوس دخلتني؟ المهم القصه مش راكبه. قعدنا نتكلم وبدات اتخانق معاها واقول لها ايه ده، بس ده حاجه غير اخلاقيه وغير بروفيشنال، وانتوا ازاي تسحبوا الفلوس بعد ما دخلت حسابي؟ قالت لي لا يا حبيبي، دي سيرفيسز بتاعتنا، الفلوس دي فلوسك بس السيرفيس دي بتاعتنا، احنا بنتحكم فيها. وده يقول لك قد ايه هم لما يحبوا يعملوا حاجه هيعملوها. المهم قلت لها طيب ايه اللي انت عايزاه دلوقتي؟ قالت من الواضح ان انت اندحك عليك، صاحبك ده نصاب، صاحبك لا باع ولا اشترى، وهو عمل السكام وقام محول الفلوس عندك، وهو كده بيدين لك ب $350 لان احنا هنسحب الفلوس. قلت لها طيب ايه الحل؟ ايه اللي انتوا عايزينه عشان نقول ان الفلوس دي اتحولت؟ قالت لي اثبت لي ان الكلام اللي انت قلته لي صح. طبعا كل المكالمات دي مسجله. قالت لي اثبت لي ان صاحبك باع وان كان في مشتري حقيقي. من ضمن الحاجات اللي قالتها لي، قالت لي طب انت ليه لما الفلوس دخلت حسابك ما رجعتش حولتها لصاحبك؟ قلت لها ما هو انا يا دماغ ذكيه، انا حولتها من حساب ايه لايه. قالت لي طيب انا بقى ما انا اعرف منين بقى؟ فالمهم قمت مكلم صاحبي وخدت منه كل سكرين شوتس بتاعه البيع والشراء، وخدت سكرين شوت للحواله اللي انا حولتها له في نفس اليوم بال $350، وحطيتهم كلهم في ايميل وقمت باعتهم لها. بعدها بيوم لقيتها بعتالي بتقول لي خلاص احنا اتاكدنا ان العمليه دي مظبوطه، بس على ما يبدو ان انت وصاحبك اندحك عليكم، لان الفلوس اللي اتحولت عن طريق ان هي بعتت SMS لشخص، والشخص ده ضغط على لينك، وبعدين لما ضغط على اللينك فتح له ويب سايت، وبعدين جاله كود تفعيل. الكود التفعيل ده هو دخله في الويب سايت، مجرد ما ضغط الفلوس دخلت حسابك. والمشكله دي ان الشخص ده فقد فلوسه كلها بنفس الطريقه. طب يا ستي هو راجل بيقبل السكام وبيحب الناس الهاكرز، انا مالي؟ قالت لي لا، ما هي دي خدماتنا وانت بتستخدمها، فاحنا لينا الحق ان احنا نعمل اي حاجه. الشاهد من القصه دي انك ما تعرفش اصحاب. الشاهد من القصه طبعا مهما كنا عملنا ما كانش فيه طريقه ان احنا ممكن نتجنب ان ده حصل. بس الحمد لله بفضل ربنا ان كان فيه رسائل راحه جايه بين صاحبي وبين الست اللي اشترت،
يعني مثلا ما كانتش مكالمه تليفون فما فيش حاجه تثبت. الشاهد انك دايما لما تعمل اي عمليه بيع وشراء خصوصا على الفيسبوك اللي هي ممكن ما يكونش ليها ريكورد، ما يكونش ليها اي حاجه متسجله، لازم تاخد ريكورد على كل حاجه. في يوم من الايام كنت عند واحد صاحبي وكان برضه بيبيع حاجه، فالمهم جت واحده اتفقت معاه وخلاص جت تاخد الحاجه وبتديله الفلوس كاش، وبعدين كانت طبعه الرسائل اللي بينها وبينه وقالت له بس انا عايزاك تمضي لي هنا. ده اثبات ان هي اشترت من الشخص ده وان دي امضته. قال لها طب انت عايزه ده ليه؟ مش ناس كتير بتعمل كده الصراحه. قالت له عشان انا شاريه ده للشغل فانا عايزه اثبات ان انا اشتريت، فعايزاك تمضي بحيث ان هم لو في الشغل قالوا لها لا انت ما اشتريتيش او انت خدتي الفلوس، يعني اثبات. المهم يعني لما تيجي تبيع حاجه يا اما تبيعها على موقع معتمد زي تريد مي، على الرغم ان هو برضو بيحصل فيه حاجات وهم ما بيقدروش يساعدوك، ولكن على الاقل في ريكورد جامد قوي عليه، وكمان في تقييمات فالناس بتخاف ان هي تعمل حاجه غلط. لكن على الفيسبوك العمليه هرتبيس، تلاقي واحد عمل لك اكونت جديد وداخل يتكلم معاك. من الحاجات برضو اللي كانت بتحصل، كنت انا عارض مره موبايل على الفيسبوك ماركت وكنت عارضه ب $1000، فواحد دخل قال لي انا هشتريه منك ب $1200. قلت له والله ماشي تعالى قول لي. قال لي بس تشحنهولي. قلت له ماشي اشحنه لك. قال لي انا في كرايست تشيرش. فقلت له ماشي كرايست تشيرش هي بعيده بس انت هتدفع ثمن الشحن. اتفقنا وكله تمام. قال لي بس هتدفع لي باي بال. قال لي بس هدفع لك باي بال. قلت له ليه باي بال؟ انا حول لي على حساب البنك. قال لي اصل الكريدت كارد بتاعتي فيها مشكله وحساب البنك فيه مش عارف ايه. فالتركه بتاعت الباي بال دي تركه قويه جدا، بيحصل فيها حاجه من اتنين، يا اما ان هو بيقوم باعت لك سكرين شوت ان هو حول لك والفلوس لسه مش هتوصل دلوقتي، تاخد وقت مش عارف ايه. سكرين شوت دي بتبقى فيك، بتبقى مش حقيقيه. او ان هو بيحول لك الفلوس والفلوس تدخل حسابك وبعدين يرجع يفتح ديسبيوت مع باي بال، لان باي بال عندهم خدمات حمايه المستهلك. بيقول لهم انا ما خدتش المنتج بتاعي، ما وصلنيش وانا عايز فول ريفند. طب فين المنتج بقى؟ ونخش بقى في حوار. هي الفكره ان الناس دي بتبقى عارفه كويس جدا كل الزخانيق والقوانين والحاجات اللي هي بتخش لك منها، وتطلع هي زي الشعره من العجينه وانت اللي تتعك وتخسر فلوس. والموضوع ده مشهور جدا جدا جدا، موضوع السكرين شوت ده، ان هو يقوم مصور لك يقول لك، يسالك الاول انت عندك حساب ايه، فتقول له عندي ANZ ده بنك. يقول لك بس انا عندي ASB ده بنك تاني. تقوم قايل له ماشي. هو بيعرض عليك سعر مغري جدا، فانت بتقوم قايل له ماشي خلاص انا، وبيكون بيشتري منك في ايام الاجازات. تقوم قايل له ماشي خلاص في سبيل السعر العالي ده انا موافق. فعندهم ابلكيشنز او عندهم حد بيقوم عامل له سكرين شوت شبه بتاعه البنك بالظبط، ويقوم باعتها لك والله السكرين شوت تمام ابعت لي، وانت بتخسر فلوسك وهو بياخد المنتج ده بعد كده بيبيعه. فشاهد بقى من هذه القصه ان انت يا اما تشتري وتبيع على مواقع معتمده، يا اما تاخد كل الضمانات لو انت بتبيع او بتشتري. في قصص كتير للناس اشترت عربيات وفي الاخر العربيات طلعت مسروقه. لازم تصور الشخص اللي بيشتري، لازم تاخد منه اقرار، رسائل تكون واضحه بما فيه الكفايه، تتاكد ان الاكونت بتاع الفيسبوك بتاع الشخص اللي بيشتري منك ما يكونش لسه جديد، يكون عنده اصدقاء، يكون فيه بوست عليه، يعني تبص بصه كده شموليه على الحساب بتاعه وتتاكد ان هو مش شخص جديد او مش شخص فيك. وختاما زي ما قلت، كانش في حاجه ممكن نعملها اكتر من اللي عملناها عشان نتاكد ان البيعه دي مظبوطه وان ما فيهاش نصب، ولكن ده اللي حصل معانا. فخدوا بالكم وانتوا بتبيعوا الحاجات. ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، اشوفكم بخير، والسلام عليكم.